كل عام وانتم بخير بمناسبة شهر رمضان المبارك، أعاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة. رمضان في مصر ارتبط بمظاهر احتفالية خاصة زي الفانوس والزينة والأغاني والمسحرات. وفي الحكاوي الرمضانية هنعرفكم أصل حكاية فانوس رمضان اللي بيعتبر واحد من أهم العادات الشعبية في مصر. الحقيقة إن كلمة فانوس مشتقة من الكلمة اليونانية فانوس بمعنى مصباح، وبالذات إن القدماء المصريين كانوا بيستخدموا للإضاءة المسارج ومصابيح الزيت، وما عرفوش الزجاج الشفاف قبل العصر اليوناني الروماني. لكن مع العصر البطلمي وانتشار اليونان على أرض مصر، عرف المصريين في الوقت ده صناعة الزجاج الشفاف، وبدأوا يستخدموها في صناعة الفوانيس كوسيلة للإضاءة مع المسارج ومصابيح الزيت. ومن هنا ظهرت أقدم أشكال معروفة للفوانيس اللي كانت مصنوعة من الفخار وبتشبه لحد كبير جدا الفوانيس الموجودة دلوقتي، وكان المصريين بيستخدموها كوسيلة للإضاءة مع المسارج ومصابيح الزيت. كانت المساجد بداية من شهر شعبان بتتجهز بفرش الأرضيات وإضاءة المشكوات علشان صلاة قيام الليل وتلاوة القرآن الكريم في ليالي رمضان. لكن ارتباط الفوانيس بشهر رمضان بدأ بالتحديد في العصر الفاطمي، لما جه القائد جوهر الصقلي وانتهى من بناء مدينة القاهرة وأرسل للمعز لدين الله الفاطمي لاستقباله في مصر كعاصمة للخلافة الفاطمية. وفعلا وصل الخليفة المعز لدين الله الفاطمي في 7 من رمضان سنة 362 هجرية، وخرج جوهر الصقلي مع جموع المصريين لاستقباله حاملين الفوانيس، وأضيئت الشوارع والمساكن بالأعمدة الخشبية اللي كانت بتحمل الفوانيس. مش بس كده، أصبح استطلاع هلال رمضان كل سنة بيرقصه قاضي القضاء وبيتحرك بموكب كبير لجبل المقطم، وعند ثبوت الرؤية كان الأطفال بيطوفوا في الشوارع حاملين الفوانيس وبيغنوا الأغنية المشهورة وحوي يا وحوي إيه يوحى، الأغنية اللي كانت دايما بتتغنى في مطلع الأشهر القمرية ومعناها افضل افضل يا قمر، الأغنية المصرية القديمة المعروفة من آلاف السنين. وحوي يا وحوي رحت يا شعبان وحوينا الدرجة يا رمضان.